في اليوم السادس من شهر أمشير المبارك، الإسكندرية كانت صاحبة الحكاية. من سنين طويلة في مدينة الإسكندرية اتولد شاب اسمه أباكير. اتولد في بيت يعرف ربنا، أب وأم تقيين ربوه على الصلاة وحب الكنيسة. كبر أباكير وقلبه مليان رحمة، وتعلم مهنة الطب وبقي معروف بعلمه وتقواه. وكان أكتر حاجة بتميزه محبته للفقراء، يعالج من غير مقابل ويكبر بخاطر الكل. لكن الخير مش دايما يعجب الناس، وشبيه الأشرار عند الوالي وقالوا ده بيشفي الناس بالسحر والشعوذة. الوالي كان عارف كويس خدمات أباكير، بس رغم كده أمر بالقبض عليه. أباكير حس إن الوقت جه، ساب المدينة وطلع على الصحراء الشرقية وعاش مع النساك حياة صلاة وهدوء، وكان يخدمهم بمحبة كأن لقي هناك حياته حقيقية. وفي نفس الوقت كان في بلدة تانية بعيدة شوية ضابط كبير في جيش بلاد ما بين النهرين اسمه يوحنا، رجل ليه مركز وسلطة، لكن قلبه كان ميال للنسك والعبادة. لما سمع عن القديس أباكير حس إن في نداء جواه، ساب الجندية وزار الأماكن المقدسة في أورشليم، وبعدها شد الرحال للصحراء الشرقية. هناك اتقابل أباكير ويوحنا، سلام بسيط لكن رباط عميق. يوحنا اتخذ أباكير أب ومعلم في الفضيلة، وعاشوا جنب بعض أخوين روحيين، صلاة نسك محبة. وفجأة العالم كله اتقلب. الإمبراطور دقلديانوس أشعل نار الاضطهاد، والإسكندرية بقت مسرح للألم والتجارب. في وسط الاضطهاد ده اتقبض على سيدة مسيحية مؤمنة اسمها أثناسيا، واسمها معناه خالدة وغير مائتة. وكان معاها بناتها العذارى الثلاثة، سيودورا يعني عطية الله، وساوبستا إيمان الله، وساؤزوكسية مجد الله. أمسكوهم مقيدات وساقوهم للمحاكمة والتعذيب في مكان اسمه كانوب شرق الإسكندرية. الخبر وصل للصحراء ووصل لقلب أباكير. أباكير كان يعرف أثناسيا وبناتها من قبل، وقلبه ما استحملش الفكرة، خاف عليهم مش من الموت لكن لألا العذاب يضعفهم. قال ليوحنا لازم ننزل اسكندرية نقف جنبهم ونشددهم، ونزلوا سوا. دخلوا الإسكندرية ووصلوا لكانوب، وقفوا يشجعوا أثناسيا وبناتها. كلمة تعزية، نظرة إيمان، حضور يقوي القلب. لكن الشر كان صاحي. بعض الأشرار وشوا بالوالي إن أباكير ويوحنا وصلوا. الوالي أمر فورا بالقبض عليهم. اتحكموا وتعرضوا لعذابات شديدة، لكن إيمانهم كان أقوى. الوالي حاول يرعبهم وأمر بقطع رؤوس أثناسيا وبناتها الثلاثة أمام أعينهم، لكن بدل ما يخافوا زاد تمسكهم بالمسيح، زاد شوقهم للشهادة. وبعد سلسلة من العذابات أمر الوالي بقطع رأس أباكير ويوحنا، وهناك في كانوب نالوا إكليل الشهادة. والمكان نفسه اتسمى بعد كده أبو قير نسبة للقديس أباكير. بعدها جاء القديس يوليوس الأقفاصي مع غلمانه، وحملوا أجساد الشهداء ودفنوهم في مقبرة قريبة من كنيسة مرمرقس بالإسكندرية، وكتب قصة جهادهم واستشهادهم عشان تفضل الحكاية حية. وهكذا سابولنا مش مجرد ذكرى، لكن درس في الثبات والمحبة والإيمان اللي ما يهزهوش خوف. بركة صلواتهم فلتكن معنا جميعا، آمين.